يا رب، أنا عاجز ذليل، واستودعتك بنتي، عرض اللي هتحاسب عليه. لو بإيدي كنت هحافظ عليها من الهوى الطاير، لكن هي دلوقتي بإيدك انت يا رب، لأنك علام الغيوب وانت خير حافظ. احفظها يا أرحم الراحمين، واجمعني بيها يا رب. قولي لي يا نورهان، مرتاحة في الشغل معانا؟ انت عارفة ايه اكتر حاجة بكرهها في الدنيا يا نورهان؟ التكبر والشكليات، الوشوش الكدابة. لما كنا في اليابان كنت بتسرحي وتحزني، كنت بعرف إنك سرحانة في أمك والماضي اللي عشتيه. دلوقتي في مصر بتسرحي بس بحس إنك مبسوطة. أنا ما بقتش عارفة أفهمك يا نورهان. بصراحة يا ماما أنا بحب بتحبي؟ اه بحب حسام بيه الهواري صاحب الشركة. أنت بتقولي إيه؟ الراجل اللي أنقذك وأنت طفلة؟ هو أنا ما شفتوش، بس من كلامك عنه ده حد كبير، ده ممكن يكون أكبر من والدك. أنت حصل لك حاجة يا نوران ولا إيه؟ يا ماما مش الحب اللي في دماغي، أنا بحبه هيبة، شخصية، كاريزما وطيب. يعني أكيد مش الحب اللي في دماغي، بس مش عارفة ليه أنا بتشد ليه قوي. اسمعيني كويس يا نورهان، أنت في سن خطر، وأنا مش عايزاكي تسيبي مشاعرك تلعب بيكي. يا ماما أقسم بالله مش هو الحب اللي في دماغي. أنا مش عارفة ليه كل ما أقرب منه ألاقي حاجة بتشدني ليه أكتر، حاجة بتقولي قربي كمان، حاجة بتقولي احضنيه. أنا هروح أنام، بس أقسم بالله يا ماما مش هو الحب اللي في دماغي. حسام بيه بعتنا عشان نطمن عليك يا ام جميل. وهو ما جاش معاكم ليه؟ كان نفسه يجي معانا، بس خاف انك تزعلي، وخصوصا ان كل لما بيجي بيحس انك بتتضايق. يا ريت يا ست اسراء تسامحيه وتسامحينا احنا كمان. احنا كنا شاهدين على اللي حصل ويعتبر مشاركين فيه، وبرضه علينا ذنب، بس صدقيني كلنا اتخدعنا. الست صباح مرات حسام بيه الاولانيه كانت شيطانه بمعنى الكلمه. أنا سامحتكم كلكم يوم ما ربنا نجاني يا رضوان، بما فيكم حسام، لأني كنت مراته عارفاه كويس. عمره ما كان هيعمل معايا حاجة زي دي غير لو كان مخدوع، لكنه ظلم نفسه وظلمني، وأنا سامحت. لكن حق بنتي اللي راحت مني مش قادرة أسامح فيها يا رضوان. انا كل ما نروح اليابان واحنا راجعين فبص لحسام بيه بشوف في عينيه حسره وقهره والم مفيش بشر يتحملها. ربنا يصبره ويصبرك، وأملنا في ربنا كبير. ده الأستاذ عبد الحكيم اللي الموظفين كلها بتترعب منه بيجي عندنا ويقول لي يا أستاذة نورهان. هو عبد الحكيم شايف شغله كويس، بس الانسان المفروض ما يحبكاش قوي كده، أنا عارفة إن أكيد حضرتك كلمته. لاني عارف جبروته.
وعارف كمان إنك أرق من تصرفاته بكتير. هو انت بتعمل معايا كده ليه يا حسام بيه؟ مش عارف. مش الله، معقول يا حسام بيه سيادتك بتعيط؟ ولا أنا عارف كمان بعيط ليه. تعرف يا نورهان، أنا صعيدي. في الصعيد دايما بيقولون الراجل ما يبكيش، لكن بالعكس الدموع بتخفف كتير من الآلام اللي محبوسة جوانا. انا مستغربه يا حسام بيه، واحد زي سعادتك مال وسلطه ونفوذ واصل طيب يكون عنده هموم واحزان؟ اما اللي زي حالتنا بقى يعملوا ايه؟ كله كده، المال والسلطة والنفوذ كلهم وهم قصاد إرادة ربنا. وأنا قدامك أكبر مثال. رغم كل اللي بملكه عايش عاجز ذليل، مملكش حاجة غير إن ندعي ربنا يجمعني باللي الزمن فرقنا عنهم. انا اسفه يا حسام بيه لو كنت فكرتك بحاجه زعلتك. سيبيني لوحدي يا نورهان. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نار. يا دنيا المر فيكي طعمه وانا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.